يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. أهلا بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد من المطبخ. من المطبخ. هنتكلم فيه النهاردة عن مدرب النادي الأهلي الجديد. يا ترى هو مين؟ بجد 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 هو مين؟ إبراهيم فايق طلع اتكلم في الموضوع ده وقال لك الأهلي بيخلص في فلان. هنقول فلان، خلينا نقول فلان لأن الفلانات كتروا والأسامي كترت جدا. احنا تعبنا ما بقيناش عارفين مين جاي ومين مش جاي. احنا خلاص تعبنا. تمام. فخلينا نقول على اسامي ايه فلان. حلو التعبير ده. نقول فلان. فابراهيم فايز كل شويه يطلع يقول لك ايه الاهلي خلاص فلان ده على الشاحن. اوكي تمام. ابراهيم فايز مصدر ثقه طبعا ومعلوماته دايما بتكون في الجون. اوكي تمام حلو جدا. مش مهم مين المدرب على فكره. الناس ما بتبقاش مهتميه قوي مين المدرب لان الموضوع بيبقى انت فاهمني. الناس عايزه اي مدرب، عايزه اي حد. بجد والله بجد الناس بتبقى عايزه اي حد. اي حد والسلام، مش مهم مين. المهم ان اي حد يجي. فاهم حاجه؟ هو كده بالظبط. نصب بس كوبايه النسكافيه دي ونبقى معاكم حالا عشان خاطر ايه كلام يحلو. المهم يا سيدي كل ما يطلع يتكلم على فلان نقول امين زي بعض ماشي. هاتوه احنا راضيين. ما يجيش ليه يطلع لا يا عم ده الاهلي بيعمل تمويه. م? الاهلي بيعمل تمويه. تمويه ازاي يا عمنا؟ اهو كده. اهو كده يا عم. الاهلي بيعمل ايه؟ تمويه. يا عم تمويه احنا تعبنا. نتكلم على السكه وعلى الدغري يعني. بجد والله بس استنى بس ايه نوقف الفيديو سنه ونرجع لكم تاني. ورجعنا من تاني ليكم. نتكلم بقى على السكه وعلى الدغري وبجد بقى. بجد عشان الموضوع ده خد اكبر من حجمه جامد جدا. النادي الاهلي حرفيا مش عارف يسيبك بقى من التمويه. واحنا هنجيب مين بس مش عارف بس. احنا بنرمي طعم هنا عشان نروح نجيب فلان. والنبي سيبك من الكلام ده كله. خلينا نتكلم بجد. النادي الاهلي ادارته مش عارفه تجيب مدرب. مم. الاهلي مش عارف يجيب مدرب. هو عيب هو غلط عيب وغلط بس قول عادي. قول ان انت مش عارف تتعاقد مع مدرب. قول. ما هو اصلا انا عايز اقول لك على حاجه. احنا برضه ناسيين شويه حاجات مهمه جدا. كولر مشي من عندك هنا ازاي؟ ما احنا مش كل حاجه هنلوم الاداره برضه. احنا لازم نتكلم كلمة حق. كولر مش من عندك هنا ازاي؟ او مشي بعد ايه؟ مش بعد ما الراجل اتحدث بالازاز في الاستاد؟ فاكرين ولا ناسيين؟ يا رب تكونوا فاكرين. فدي سمعة عليك مش حلوة. طيب ريبيرو انت جبته مشيته بعد قد ايه؟ سمعة برضو ليك مش حلوة. فبالتالي حضرتك لما رحت لكام مدرب اترفضت. ايه ده يا احمد انت بتقول ايه؟ النادي الاهلي بعظمته وبهيلمانه وبكل الحاجات الحلوه والمؤسسه الوحيده اللي ناجحه. المؤسسه الرياضيه الوحيده اللي ناجحه في مصر يترفض؟ اه والله العظيم اترفض. راح لكذا مدرب واترفض. ده اللي حصل بالظبط. فكل ده عوامل تخليك انت مش قادر تتعاقد مع مدرب. الموضوع سهل. تفسيره سهل. ولكن الاداره مصعباه علينا وعلى نفسهم. مش عارف ليه. اطلعوا يا جماعه قولوا مش عارفين نجيب مدرب. خلي الموضوع سهل. خليه سهل عليكم وعلينا. لما تطلع تقول مش عارف اجيب مدرب هنعذرك صدقني. انما انت كل يوم سايبنا. توماس مش عارف مين. ماركو روزا. احنا رمينا الطعم بتاع الدنمارك ده عشان هنجيب ماركو روزا. اه والله العظيم الكلام ده اتقال. والله الكلام ده اتقال. لا لا لا. احنا هنجيب جوميز. لا 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 لا. هنجيب فيشر. لا 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 لا. فيشر مين؟ فيشر مين يابا؟ احنا هنجيب يورجن كلوب. انتوا هتجيبوا مين؟ ولا هتجددوا الثقة في كابتن عماد النحاس اللي شاللنا ولسه سلسلة الشلل مستمرة. وأنا قلقان وحاطط إيدي على قلبي من ماتش بكرة.
لان بكره ده ما فيهوش هزار. بكره ما فيهوش هزار. لا اما فيه مكسب، لا اما الدنيا هتولع. لا اما الدنيا على الكل يا باشا، الدنيا هتولع على الكل. كلكم مخطئون وكلكم مذنبون، وكل واحد يشيل شيلته. كل واحد ايه؟ يشيل شيلته. بس ده الكلمتين اللي عندي في الموضوع، اللي كنت عايز اطرشهم يعني، اللي بجد اللي على السكة وعلى الدغري. كلمتين كمان بخصوص المشاكل اللي في النادي الاهلي، او الناس اللي حابة تصدر ان في مشاكل في اوضة اللبس. وخلينا نكون صراحة مع بعضينا، هو فعلا في مشاكل في اوضة اللبس، وده واضح للجميع مش هنخبيه. ولكن وصل بينا الحال بجد والله حاجة تضايق يعني. مش تضايق، حاجة وحشة يعني، حاجة ما ينفعش يبقى هو ده مستوانا. وصل بينا الحال ان احنا نطلع في الاعلام نقول احنا عايزين نكتر المشاكل دي. الفريق المنافس اقسم بالله احنا بقى عايزين ايه؟ في مشاكل في اوضه اللبس عندنا عايزين نكترها. ده في الاعلام، ده في العلن، اللي هو انت فاهم، حرب. يعني نحن في حرب، ونيجي في الاخر نقول ايه؟ النادي الاهلي ده طرقه ملتوية واساليبه ملتوية مش مظبوطة، ما بياخدش بطولات كده بالشرف والنزاهة، لا لا لا، بحكام، ببتنجان، بحظ، بظروف. صح؟ مش هو ده اللي بيتقال؟